السيدات والسادة، الليلة تنطلق فعاليات الدورة الخامسة. أستاذ حسين فهمي، كل شيء يحبوك المغاربة ونهار الشرف لينا كبير. شرف ليا، الله يخليك. مرحبا بك في هذا المهرجان الكبير جدا خاص بالسينما، وكنعرفوا انتم الممثلين المصريين يعني اخوه مع الممثلين المغاربه في التكريم هذا. مرحبا بك. لا، انا سعيد جدا بالتكريم، سعيد جدا ان انا متواجد في مهرجان الدار البيضاء. انا اول مره اجي مهرجان الدار البيضاء، لكن انا جيت كازابلانكا كتير، وصورت هنا فيلم دمي ودموعي وابتساماتي زمان في السبعينات، وصورنا في مراكش. وبعدين استمريت رحلتي مع المغرب رحله طويله، يعني استمريت كتير اجي في أماكن مختلفة، في مهرجانات مختلفة، في مناسبات مختلفة، ولي أصدقاء كتيرين جدا في العالم السينمائي المغربي. كنعرف هو السينما المصرية يعني رائدة في العالم العربي، واش كاين شي يعني عمل ما بين المغربي والمصري؟ بص، هي السينما المصرية طبعا مرت بكبوات، لكن احنا استرجعنا تاني نشاطنا، والسينما النهارده بقت قويه جدا. السينما المصريه الطابع التجاري بيغلب عليها شويه، فعشان كده بنبقى متواجدين اكتر في دور العرض مع الجمهور اكتر من المهرجانات. لكن انا عندي امل كبير ان احنا يمكن في المستقبل نقدر نتعاون مع المغرب، ونحقق ان احنا زي ما صورنا هنا في المغرب قبل كده، ممكن افلام مغربيه تصور في مصر ويبقى في زي انتاج. هو الشباب النهارده اصله يعني عنده انفتاح كبير جدا على العالم. الدنيا بقت صغيره خالص، قاعدين على الانترنت وبيفتحوا كل حاجه. فالسينما النهارده بالنسبه لهم اصبحت مش محتاج ان هو ينزل الى دار العرض عشان يتفرج على فيلم، بيقعد ينفتح على العالم كله. فالذوق اختلف، فلازم احنا كصناع سينما لازم برضه يبقى عندنا نفس السرعه في ان احنا نواكب التغيير اللي بيحصل بالذات للشباب يعني. شكرا جزيلا. شكرا لكم. مرحبا بك استاذ. كيف رايك في التحكيم وانت في لجنه التحكيم؟ والله نحن اولا هي مسؤوليه ومهمه اخلاقيه حقيقه وقيميه، يجب ان يكون الواحد فيها صادق ومنصف. واعتقد انه الانصاف مشروع كثير احيانا بيواجه تحديات. بكل الاحوال املي كبير انه تكون الافلام جديره ان شاء الله بالاهتمام، وان ترقى الى مستوى مهرجان الدار البيضاء السينمائي. وسعيد بوجودي بين الاصدقاء السينمائيين. قول يا استاذ، من يربح المليون؟ وسعيد ايضا بان اكون وسط اهل احبه في المغرب الشقيق. شنو اليوم التكريم ديال محمد خلفي، ممثل كبير؟ والله هذا هو تكريم لكل مبدع عربي، واعتقد ان تكريم المبدعين مسؤول على خير من النبله. نتمنى بالفضل المكرسه، وشكرا للمهرجان اللي دائما يقوم بتكريم هذه القطاعات. شو رايك في المغرب؟ لا، انت تسال احد عن اسرته وعن اهله. شكرا، تبارك الله عليك. السلام عليكم. الساده ديالنا زهلا، مرحبا بك اختي. جينا اليوم هذا المؤتمر الجميل جدا وانت حضرتي معنا، والراي ديالك في هذا المهرجان الكبير الخاص بالسينما. انا اول مره غنشارك، فرحانه اول مره غنشارك فيه في لورغانيزاسيون ديالنا، وغنشارك فيه كلجنه التحكيم. ان شاء الله ما تكونش اول مره، تكون ديما ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي شنو جديد لك في السينما؟ كنعرفك ممثله قديره وكبيره. كاين فيلم اللي غيخرج ديال جيهان بحار في سبتمبر، على الهامش تريبل ا، مع عزيز داداس، هند بن جباره، عبد اللطيف شوقي، فاطمه بن ناصر، خليل بوباقه. وفيلم عجبني بزاف، وفيلم ان شاء الله غيكون عجب السكسي. وانا بعدا كنشكرهم اللي عرضوا عليا لهذا المهرجان، وانا جد سعيده نكون معهم. وبالنسبه لي هذا المهرجان غادي يطلع شويه المستوى ديال الفنانه المغاربه، وفرحانين اللي معنا الاستاذ الكبير الفنان حسين فهمي. الحمد لله
لله كل عام راه كتحسن المهرجانات كيتحسنوا وحنا فرحانين وموجودين هنا وشكرا عليهم اللي استدعوني في هذا المهرجان. ديما عندك الجديد ديالك استاذ؟ الجديد ديالي عندي دبليش زهيرو مع المنتج حسن بن جلون وبيني وبينك مع دريس صواب ان شاء الله. تيليفيلم غيدوز ان شاء الله في الاولى. كلمه الجمهور ديالك نعم ما سمعت. الجمهور ديالي كان بالنسبه لي كيحبوني وانا كنحبهم ومرحبا بالجميع. الله يطول عمرك. شكرا. مساء الخير. اليوم كتواجدي معنا في هذا العرض المميز اللي هو خاص بتكريمات وكنتي واحده من يعني اللي موافق الخشبه. عرفناك فنانه كبيره، عطينا واحد الراي ديالك استاذ. كنكون دائما سعداء ان نجوب مهرجان الرباط للفيلم العربي. اولا الافتتاحيه دائما كتكون في المستوى، هذه السنه كذلك كان افتتاح جميل جدا، المكرمين اجمل لان من خيره الممثلين العرب النجوم ديالنا. كنت سعيده انني نقدم الدرع عن احد المكرمين، وسعيده اكثر ان من بين المكرمين كاينه صديقتي جليله التونسي اللي كنبارك لها في هذا التكريم المستحق. وتنظن غادي تكون دوره ناجحه للاختيارات ديال الافلام، اختيارات اللجنه، وغادي يسعد جمهور الدار البيضاء انه الصوره الواقعيه اللي كيعني بزاف. يعني باختصار شنو الميزه ديال الميزه؟ هو كما قلت هو اعطاء صوره مغايره، يعني انت كتشوف في الاخبار نفس الصور، يعني اي شاشه هناك المحايد وهناك غير المحايد، انما الافلام كتعطيك الواقع، كتعطيك قصص مختلفه، وكتعطيك معاناه الشعب وايضا امل، لان هناك اشخاص ربما واخا ما هادشي اللي وقع عندهم امل في الحياه وعندهم حب للحياه. الفلسطينيين هما شعب مناضل، فمن خلال هذه الافلام كنتمناو اننا نكونوا على الاقل عاوناهم شي شويه. مهرجان بغداد السينمائي. عمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.